بسم الله الرحمن الرحيم. سنتحدث في درس اليوم عن الأرض والمجموعة الشمسية، وسنتحدث عن الكواكب والنجوم وعن بعض الأجرام السماوية. أولا سنتحدث عن دوران الكواكب حول الشمس. لاحظ الكواكب التالية هي كواكب عطارد والزهرة والأرض والمريخ والمشتري وزحل وأورانوس ويتبعه نبتون وأخيرا بلوتو. انظر إلى طريقة دوران هذه الكواكب حول الشمس. ننظر مع بعضنا البعض إلى هذا العرض. لاحظ هذا الدوران. تلاحظ أن الكواكب القريبة من الشمس تدور دورات أسرع من الكواكب البعيدة عن الشمس بسبب طول المدار للكواكب البعيدة عن الشمس. لاحظ العرض التالي. مثلا كوكب الأرض، الكوكب الذي سنميزه من الكواكب، يستغرق دوران الأرض حول الشمس حوالي 365 يوما وربع اليوم. أما بالنسبة لأطوال القمر فالطول الأول هو المحاق، ثم يليه الهلال التربيع الأول والبدر، ثم يليه التربيع الثاني، ثم يليه الهلال. محاق وهذا هلال، ثم تربيع أول، ثم بدرا، ثم تربيع ثاني، ثم هلال. دوران الأرض حول الشمس. هذه هي الشمس، وهذا المدار الذي تدور به الأرض. انظر إلى دوران الأرض حول الشمس. لا تدور بشكل بيضاوي كما نرى. يستغرق دوران الأرض حول الشمس 365 يوما وربع اليوم. الآن نرى دوران القمر حول الأرض، ثم دوران الأرض حول الشمس. انظر إلى طريقة دورانهما. الكواكب والنجوم والأقمار. الكوكب هو جرم سماوي ماتم لا يعطي ضوءا ولا حرارة، ولكنه يعكس أشعة الشمس الساقطة عليه ويدور حولها في مدار ثابت. أما بالنسبة للنجوم فهي أجرام مضيئة من ذاتها تشع ضوءا وحرارة، وهي تتكون من كتلة غازية ملتهبة. والنجوم تبدو صغيرة جدا لبعدها الهائل عنا، ومنها العملاق الذي يفوق حجم الشمس بآلاف المرات، ومنها المتوسطة الحجم مثل الشمس، ومنها الصغير جدا. معلومات مهمة حول كواكب المجموعة الشمسية. كواكب المجموعة الشمسية يبلغ عددها 9 كواكب، وقد اكتشف حديثا كوكب عاشر اسمه نيبورا أو الكوكب العاشر. أقرب الكواكب إلى الشمس هو عطارد، وأبعد الكواكب هو بلوتو وهو أصغرها حجما. أكبر الكواكب هو المشتري، وأجمل الكواكب هو زحل، والذي له أكبر عدد من الأقمار ويبلغ عددها 32 قمرا. أورانوس ونبتون والأرض تميل جميعها إلى اللون الأزرق، وتدور جميع الكواكب حول الشمس وحول نفسها، ويسمى دوران الكوكب حول نفسه بيوم الكوكب، ويسمى زمن دوران الكوكب حول الشمس سنة الكوكب. أما بالنسبة للشهر القمري فهو زمن دوران القمر حول الأرض. وتسمى الكواكب الأربعة الأولى كواكب داخلية، ويبقى خمسة كواكب تسمى كواكب خارجية. وتحيط بالشمس أجسام أخرى صغيرة مكونة من صخور ومعادن وأتربة تكثر بين مداري المريخ والمشتري، وتسمى كويكبات. سنستعرض الآن إلى طريقة
تشكل الليل والنهار. انظر إلى انبعاث الضوء من الشمس والإشعاعات الصادرة من الشمس، فإنه يحصل في الجهة المقابلة لها من الأرض بأن يتشكل النهار، وفي الجهة الأخرى يتشكل الليل كما هو واضح بالشكل. لاحظ أن الجزء غير المقابل للشمس هو ظلام أو ليل، والجزء المواجه للشمس هو نهار كما نرى. أما بالنسبة لترتيب الكواكب فهي أولا عطارد، ثم الزهرة، ثم الأرض، ثم المريخ والمشتري وزحل وأورانوس ونبتون وبلوتو كما هو واضح. أما بالنسبة للخسوف والكسوف، انظر إلى طريقة الدوران. أولا خسوف القمر يحدث عندما تقع الأرض بين الشمس والقمر كما نرى. أما بالنسبة للكسوف كسوف الشمس يحدث عندما يقع القمر بين الشمس والأرض كما هو واضح في التمثيل. هذا تمثيل آخر إلى كسوف الشمس يحدث عندما يقع القمر بين الشمس والأرض. انظر إلى التبادل. وخسوف القمر يحدث عندما تقع الأرض بين الشمس والقمر. وشكرا.